حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في احسن حال يا رب. من صينية الحبايب، ربنا يديمها علينا يا رب ويخليلكوا كل الناس اللي بتحبوهم في حياتكم. هنعمل أكلة مش عارفة كل الناس عارفاها ولا لا. احنا بنقول عليها مدفونة الجمبري او رز بالجمبري، بس بطريقة مختلفة شوية. هي بورسعيدي قوي ومعاه سمك مقلي بتكات وحركاته. دي صيدة بابا بقى، ربنا يديه الصحة والعافية، دايما مأكلنا كل حاجة حلوة. تعالوا بقى نعمل الرز والجمبري. قولوا لي انتوا عارفين ولا لا؟ اللي هو بالصياديه، عارفين اكيد، ناس كتيره عارفه الصياديه اللي هي بتتعمل بالسمك. احنا بقى بنعملها بالجمبري، وممكن نعملها بالبطاطس، بالبسله. اكل كده مختلف شويه، اكل صعيدي زي ما بيقولوا. معايا بصلتين محترمين، طبعا الكميه دي على حسب الرغبه. معايا بصلتين ضربتهم في الكبة عادي، تمام. وحطيت زيت، هو طبعا ولا بيتحط له سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة، لا زيت. وحطيت عليه حبهان بس، ولا ورق لوري ولا مستكة، هو حبهان بس، تمام كده. هعمل صيادية. البصلة بتاعت الصيادية اللي هي الغامقة اللي انتوا شفتوها كتير اكيد، واخواتنا العرب شافوها عند زمايلنا كتير يعني. بس الأكلة ديت يعني مميزة شوية، عشان مش كل البلاد بتعملها ومش كل الناس عارفاها. فهي مدفونة من الأكل الشتوي التحفة اللي لازم تجربوها. عملت البصلة ومش بغمقها قوي. هنا بقى ماما كانت بتساعدني، ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. ومعايا جمبري، يعني وصلت لدرجة البصلة، هي بس عشان التصوير، بس هي افتح من كده سيكة. ومعايا الجمبري طبعا مغسول ومتنضف كويس قوي، واغسلوه بالملح، تمام كده. يعني اغسلوه بالملح، دعكوه بالملح حلو، وبعدين اشطفوه تحت ميه جاريه بقى في الحنفيه، تمام كده حبايبي. متنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني، وبشكر اي متابع جديد. شرفتوني ونورتوني في قناه المتواضعه. زي ما انتم شايفين حطيت الجمبري وبدات اقلب، بدا ياخد اللون بتاع البصله، تمام كده. قلبوه كويس قوي مع البصله. انا عايزه الناس اللي عارفينها يقولوا لي في الكومنتات ورايه ايه في الاكله الجامده الشتويه دي. بصوا، اكله بتدفي، دي بقى فعلا الاكله اللي بتدفي. سيبكم من اي حاجه تانية، دي اكله في التمام، تاكلوها وبصوا تناموا على طول. طبعا حطيت فلفل اسود، تمام. وحطيت هنا طبعا جوز الطيب، يعني انا ماما بتستخدم جوز الطيب وانا طالعه لامي. فحطينا كده رشه بسيطه، ممكن تستغنوا عنها وتستكفوا بس بالفلفل الاسود. هبدا احط الميه حبه بحبه لحد ما البصله بتاعتي تدوب شويه، تمام كده. وهبدا ازود بقى ايه، ميه، عشان انا هطلع منها شوربه جمبري، تمام. شوربه صياديه بالجمبري يعني. وهسيب ايه ميه للرز، تمام كده. احنا هنا بنزود الميه زي ما انتم شايفين. كنا بقالنا كتير على فكرة ما اكلتش الاكل دي، يعني تقريبا من الشتاء اللي فات. احنا بناكلها في الشتاء اكتر لان هي فعلا بتدفي. فكنا بقى ايه، عارفين انتوا بقى اللمة، ربنا يديمها علينا يا رب. فكانت حلوة بصراحة، أكلة كانت جميلة قوي، وانا عايزاكم تجربوها. انا حطينا هنا بقى المية والملح، طبعا هنظبط الملح تاني وهسيبها تغلي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اول ما غلت معايا، هو طبعا الجمبري كده كده ما بياخدش سوي ولا حاجة، هي بس انا كنت عايزاها تغلي، اطلع منها شوربة، تمام كده. يعني مش كتير، هو بس كان على قد طبقين وعلى قد الاكله، يعني عشان كمان ما يفضش ويبات، فاهميني. بس كده انا اخدت بقى شوربه على قد ما انا عايزه، وهظبط الميه بتاعتي على قد الرز، على قد كميه الرز. طبعا الرز المصري كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه. بصوا الشوربه دي خطيره 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 بجد. طبعا غسلنا الرز بتاعنا على قد الكميه اللي احنا عايزينها، وبألف هنا علينا وعلى كل اللي اكل منها. زي ما انتوا شايفين كده بقى. هنا ظبطت الميه بتاعتي، تمام، والملح طبعا. وهسيبه بقى على نار عاليه لما يشرب الميه. هحطه على شياطة او نار هادية، تمام. انا هقلبه بس تقلبتين، بحيث ان المية المركونة دي، حتى في الرز الابيض، يعني انا في الرز الابيض باجي في النص كده مدياله تقليبة عشان يتشرب كل المية بتاعته، تمام كده. اديت له تقليبة وخلاص اتشرب المية، حطيته بقى على شياطة، تمام. لو ما فيش، على نار هادية وسيبوه. بس انا عايزاكم تجربوها يا جماعة. فبس كده هسيبه بقى لحد ما يتردد معايا قوي يستوى. ومعايا بقى هنا ده سمك نقط،
تمام كده. ده صيدة بابا زي ما بقول لكم، ربنا يديه الصحة والعافية. كان صيد نقط ودنيس، وفي أكلة تانية برضو، في فيديو تاني هبقى انزله لكم في أفكار تانية يعني للسمك. طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا في بورسعيد هنا الأسماك والحاجات ديت من أحلى الحاجات اللي ممكن تاكلوها من عندنا. تعالوا عندنا وانا أكلكم أحلى سمك وجمبري ممكن تاكلوها في حياتكم. انا واحده من الناس بعشق السمك، بعشق الجمبري، الحاجات الجميله دي. بطنت السمك بتاعي تمام وحطيته في الزيت، مش متنضف ولا حاجه، هو زي ما هو. هقول لكم ليه دلوقتي. بس هنا بقدح للرز. اول ما بدا يستوى حطيت حبه زيت في مقلايه وسبتها تسخن قوي، وزي ما انتم سمعتوا الطشه دي الطشه دي بتوديه في حته تانية خالص. تمام كده. في ناس بتعمل رز والجمبري اصفر زي بتاع المطاعم، بس احنا عندنا في مطاعم هنا بيعملوا رز والجمبري كده على فكرة، وبيحطوا له كمان سيبيا او صبيط. تمام كده. زي ما انتم شايفين انا بطنت السمك بتاعي بالدقيق، ومش متبلاه ولا عامله له اي حاجه. هو ليه تتبيله اللي هي الدقه او الدقه، عباره عن ايه بقى؟ ملح وكمون وشطه، بس كده. بقلبهم على بعض وبحطهم في طبق. بصوا ما شاء الله السمك، ما تعلوش عليه النار، خلوها نار وسط كده، ولا هاديه ولا عاليه. تمام كده. وبطلعه في حله، اهم حاجه يطلع في حله عشان اغطيه، او مثلا كسرونه بغطا مثلا يعني، او طبق وغطوه. بس انا عايزاكم بس تشوفوا الجمال. والروايح كانت فظيعه، مفيش ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه، لان كان طازه من البحر علينا على طول، فكان بصراحه جميل قوي. هحط هنا اول هو سخن طبعا، بطلع وبحط مكانه السمك، بقيه السمك يعني. وبألف هنا على كل اللي اكل منه، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ويديم كل حد بنحبه في حياتنا، اللهم امين. هحط بقى هنا السمك، بقيه السمك بتاعي زي ما انتم شايفين. تمام. والسمك بقى اللي طلع هحط عليه من الدقه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي ملح وكمون وشطه، وبعصر ليمون. عصور الليمون هو السمك عامه بيحب الليمون. تمام كده. هنعصر ليمون عليه. بصوا زي ما انتم شايفين حطيت الدقه. طبعا انا حطيت دقه في ارضيه الحله عشان يبقى شارب من الدقه كلها، وحاطه ليمون برضو. تمام. هنا بقى حطيت الدقه بتاعتي وعصرت عليه ليمون، وهغطيه عشان عايزاه يشرب من التتبيله بتاعتي او الدقه بتاعتي والليمون. تمام كده. واللي بطلعه بعمل نفس الطريقه. مش كل السمك بيتعمل كده يعني، في اسماك بتتعمل كده. انا عملت معاكم كذا طريقه سمك، بس دي من الاسماك اللي هي بيبقى ليها دقه. في طبعا اسماك بيتعمل لها التومه والتتبيله اللي احنا عارفينها واللي احنا بنحبها، وفي تتبيلات كتيره للسمك. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الجمال. والجرجير بقى ومخلل، ومش عايزه اقول لكم بقى اكلت يعني. انا قعدت اكلت مش يعني بصوا اكلت لما دبتها. وده كان غدانا النهارده، وده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.